هو بجد عمر شاور خطف الحسين وعلى يقين رد اخوه حسن هيكون ايه، والقيصر هرب اللي يتخطف هو كمان، وخلاص الحسن والحسين باعوا القيصر. انا عايزك تركز في كل كلمة هقولها النهاردة، لان الحلقة دي فيها كل حاجة ممكن تتخيلها من ضمن الحلقات اللي نزلت في القناة ما بين القيصر وعمر شاور. ده النهاردة يوم طويل في كل حاجة ممكن تتخيلها، بس يا ريت تشترك في القناة وتدوس اللايك التمام وخلينا نبدأ. الحسين فضل نايم كده يجي 16 ساعة. عمر شاور قال لك انا هعذبه لحد ما يموت. قال له الراجل انا هعذبه ومحدش يحوشني يا عم. وفجأة الحسين يقوم يلاقيهم حواليه زي ما انتم شايفين كده، قام يضرب فيهم. فعمر شاور قال لك امسكوه كويس عشان اللي هيحصل انا غير مسؤول عنه. فراح عمر شاور قال لهم 1 2 3، وهنا تنطلق المهزله. انت ممكن تسال وتقول لي فين اخوه، ما انا اقول لك كمل الفيديو لاخر دقيقه عشان تفهم فين اخوه. في الاول كده صديقي عمر شاور بدا باول حاجه ان يركبوا البتاعه دي ويفضل يجري فيه في البحر علشان يغرق، وبصراحه البتاعه دي من اصعب الحاجات اللي ممكن تركبها في البحر. وطبعا يا صديقي فضل واخده ويلف فيه بنص البحر، وكل ما يطلع من البحر يجيبه تاني، وكل ما يطلع من البحر يجيبه في نص البحر، لحد ما قال له التيم بتاعه ارموه في نص البحر ورموه زي ما انت شايف كده يا صديقي، وقال لهم امسكوه ما تخلوش يغرق عشان لو غرق ولا في درع ولا في قيصر. وبعد كده قال لك هاتوه علشان يطلعوا له العقاب التاني، ده لسه في عقاب تاني. وفجأة المعلم يهرب وهو بينط من المية، قال لك امسكوه، وهو بعد ما مسكوه راحوا ربطوه وطلعوه يجي 20 متر مكان عالي كده في السماء. وبصراحة انا متحمس من رد فعل اخويا، يا ترى يا عمر شاور هيعمل فيك زي ما عمل في المرة اللي فاتت؟ تفضل منتظر عشان هتشوف مفاجآت. فالمعلم ده بعد ما تعب قال لك خلاص طلعوه يا معلمين. فبصراحة صعب عليا، فراح عمر شاور قال لك خلاص ارموه في البحر تاني، وقال لصاحب المركب خلاص احنا هنسيبه هنا. وبعد ساعة نتفاجئ ان الحسين طالع من البحر، والحسين يقول له خلاص يا عمر شاور، وعمر شاور يقول له ها انت لسه شفت حاجة؟ وفجأة يحصل غير متوقع، شافوا اخوه فعلى طول هربوا اللي هو حسن، فخدوا الحسين وحطوه في نص المركب وخدوه هربوا. واول ما حسين جه كله جرى وفلق من مكانه محدش فضل. وينزل فيديو بعنوان تحدي البحث عن الحسين لمدة 24 ساعة. الحسن قال لك انا عامل تحدي جامد قوي، قال لك انا لازم الاقي الحسين في ال 24 ساعة اللي جايين دول. وهنا عمر شاور يرن على الحسن ويقول له انت لو عايز تشوف اخوك لازم تجيب لي الدرع، لو ما جبتليش الدرع انسى انك تشوف اخوك تاني. وحسن مسك الواد اللي انضرب مع الحسين وقال لك زمان الواد دلوقتي بيتعذب مع الحسين دلوقتي. الحسن قال لك بس طالما بيحصل في اخويا ده كله انا هرن على القيصر. برن على القيصر تليفونه مقفول، وزي ما انتم شايفين الحسن متدمر خالص. الحسن قال لك خلاص كده انا مفيش طريقه قدامي غير ان اتفق مع عمر شاور على القيصر. هوبا ده كده الدنيا هتخرب خالص. وفجاه يحصل غير متوقع ان واحد من متابعينه يبعت له لوكيشن عمر شاور. قال لك بس انا هاخد العربيه واروح. عمر شاور المره اللي عدت فصل 4 كاوتشات، بس انا المره دي هروح برضه. وهنا يقول له اللي راكب ورا يقول له هات التليفون علشان يشوف اللوكيشن. وخد التليفون علشان يرن على اللي كان باعت له اللوكيشن، وقال له خلاص انا قدامي 5 دقايق وكون عند عمر شاور. وهم داخلين بيدوروا على عمر شاور في العماره، داخلين متعشمين ان ممكن يلاقوا عمر شاور، وهم داخلين بيخبطوا على الباب مش راضي يفتح. فالباب عصلك راح الحسين كسره، وبعد ما كسروا دخلوا الشقه وبيدوروا ما لقوش غير طفل صغير. قال له بص يا معلم فين عمر شاور؟ قال له مش فاكر. قال له هديك 500 جنيه. قال له برضه مش فاكر. قال له هديك 1000 جنيه. قال له خلاص انا كده افتكرت. قال له هتلاقيه في البحر اللي قريب من هنا. قال لك خلاص. فقال لك انا الحق اخويا عشان زمانه بيتعذب، ونزل مع الراجل اللي كان معاه وطلعوا من العماره وركبوا العربيه. والحسين يقول له خلي بالك انا هخش عليهم وهضربهم كلهم. قال له تمام ماشي يا معلم. ونزل الحسين ودخل شاف مراكب كتير. قال له صاحب المكان فين عمر شاور؟ قال له هتلاقيها في المركب اللي هناك دي. وخد بعضه علشان يروح يشوف فين عمر شاور. خدوا بعضيهم وفضلوا يدوروا، فرجعوا ما لقوش عمر شاور في المكان اصلا. لكن خد اللانش تاني ورجع برضه علشان يدور على عمر شاور. اول ما وصل الحافله شافهم وقال لهم وربنا لا اضربهم كلهم. وراح لعمر شاور وقال له عيب اللي انت بتعمله ده. فقال له ازاي انت تخطف اخويا؟ انت المفروض ما تخطفش اخويا. وفعلا عنده حق يا جدعان، طالما الدرع عند القيصر يبقى المفروض يخطف القيصر مش يخطف الحسين. فالحسن قال لهم خلاص اسكتوا كلكم خلينا نتفق انا وعمر شاور. وعمر شاور قال له لا يا معلم ما نتفقش، انت تاخد اخوك وتتكل على الله وتجيب لي الدرع من القيصر. الحسن قال له خلاص يا معلم تمام ماشي. وفجأة هنا نتفاجئ بحاجه ما كانش المفروض تحصل خالص. وقال له يا عمر يا شاور عقبالك كده يا صديقي فرح التوينز بكره، والقيصر كده كده جاي، وانا يا عم هسلمهولك تسليم اهالي. خلصانه يا عم. شفت الخيانه يا صديقي؟ انا ما كنتش اتوقع كده خالص. وعايزك تركز في حاجه جايه اللي هي الغمزه دي يا صديقي. تعرف انت يا صديقي ايه معنى الغمزه دي يا صديقي؟ ان في غدر الحلقه اللي جايه وهتكون مشعلنا نار ما بين القيصر والحسن والحسين والتوينز. وبصراحه الحلقات اللي جايه نار. عايزك تشترك في القناه وتفعل الجرس للكل عشان يوصلك اي جديد باي فيديو جديد انا بنزله. سلام.